ملكة جمال الشرقية، وتحديدا برنسيسة منيا القمح دعاء سمير. أغرب قضية أنت ممكن تسمع عنها. دعاء سمير ربنا أنعم عليها بالجمال، كانت من أجمل بنات محافظة الشرقية. لما كانت بتعدي الشارع بس العربيات كانت بتقف لها، الناس كانت بتبلم لما بتشوف جمالها، الشباب كانوا بيتمنوا يكلموها بس من كتر جمالها. ضيف بقى للجمال ده انها كانت من عيلة غنية، وهي في الجامعة اتعرفت على شاب، ولما جه وتقدم لها اهلها رفضوه علشان طبعا كان اقل منها في المستوى الاجتماعي، فقير يعني، وقرر انه يسافر بره مصر، وقصتهم انتهت على كده. دعاء سمير بعد ما اتخرجت من الجامعة اتقدم لها مهندس من اغنى عائلات منيا القمح، كان عندهم مصانع كتيرة جدا، عدد كبير من اهالي منيا القمح كانوا شغالين معاه. المهندس كان فرحان وطاير انه اتجوزها، وراح عمل لها بيت ليها هي بس، بيت فيه كل رفاهيات الحياة، وربنا يكرمهم وتخلف بنت شبهها بالظبط. الحياة بينهم كانت مستقرة لمدة سنتين بس عشان كل حاجة تتغير. كل ده عشان كانت ماشية في الشارع فتقابل مين؟ الشاب اللي كان معاها في الجامعة واللي اهلها رفضوه زمان، وعرفت منه انه قرر انه يرجع مصر تاني علشان ما قدرش انه يعيش في الغربة، وكمان ما عرفش يجيب فلوس اللي هيكون بيها نفسه بطريقة كويسة. وبعد ما اتكلموا شوية مع بعض خد رقم تليفونها وروحت البيت، وكانت مبسوطة انها قابلت الشاب اللي كانت بتحبه، وقعدت تفكر فيه بشكل مستمر. والشاب كمان اللي كان بيحبها بدأ هو كمان يفكر فيها بشكل مستمر، لحد ما خد قرار انه يكلمها في التليفون، وهنا بدأت العلاقة ترجع من تاني. الكلام كله كان في التليفون، والموضوع في البداية كان مجرد دردشة عادي، لحد ما هما الاتنين اعترفوا بحبهم لبعض وانه مش قادر ينساها. الموضوع اتطور بينهم وبدأ يجيلها البيت على فترات طويلة، لحد ما هي خافت ان الموضوع يتعرف، وخصوصا انها ساكنة في البيت لوحدها، وبدأت تفكر ازاي تخلي العلاقة بينها وبين الشاب تبان قدام الناس انها علاقة عادية. والاعتماد في الخطة كان على اساس ان جوزها بيحبها ومستحيل يشك فيها او حتى يرفض لها طلب، فطلبت منه انه يشغل الشاب ده في شركة من الشركات عنده. جوزها في البداية رفض وقال لها ان هو عنده ناس كتير ومش هينفع، بس علشان الزن على الودان امر من السحر ومهارة الاقناع موجودة عند الست المصرية، قدرت للأسف تقنعه انه يشتغل معاه. مش بس كده، لا وكمان يكون دراعه اليمين. طبعا كل ده حصل بعد ما قدرت تقنعه ان هو اخو زميلتها في الجامعة ولسه متخرج وظروفه وحشة، فما كان الا ان هو يوافق للأسف. وبعد كده بدأ يثق فيه لدرجة انه كان بيجيبه البيت علشان يتكلموا في الشغل او يحضروا للشغل الجديد. وطول المدة دي المهندس ما كانش عارف ان الشخص ده هو عشيق مراته. كده المرحلة الاولى من الخطة تخلص. نيجي بقى للمرحلة التانية. كانت بتحط لجوزها المنوم في الأكل والعصير، وأول لما المفعول يشتغل جوزها يخش ينام، وبعد ما تتأكد إنه نام تكلم الشاب يجي وتقضي اليوم معاه عادي جدا. طبعا مفيش حد من الجيران كان يقدر يشك في حاجة، لأن الشخص ده كان معروف إن هو المساعد بتاع جوزها، وعلى طول كان بيجي البيت مع المهندس. الموضوع ده استمر لفترة طويلة، علشان كده محدش قدر يشك. نروح بقى للمرحلة الثالثة من الخطة. دعاء وعشيقها بدأوا يفكروا ازاي يتخلصوا من المهندس اللي كان بدأ يشك في الموضوع ويحس ان في حاجة غريبة. خطة دعاء كانت معتمدة ان جوزها تاجر كبير، يعني اكيد عنده عداء مع حد، علشان كده فكرت انها تتخلص منه وتقتله ومحدش هيشك في الموضوع، وبعد كده تتجوز عشيقها. وكان من الصعب ان الشرطة تشك فيها علشان هي من اكبر عائلات في البلد، وفي نفس الوقت ما عندهاش اي دوافع انها تقتل جوزها. وعشيقها حضروا كل الادوات اللي هيستخدموها واتفقوا على ميعاد التنفيذ. استنت جوزها لما رجع وحطت له المنوم كالعاده في عصير المانجا، بس بنسبه اكبر من كل مره لحد ما نام. واستنت بنتها هي كمان لحد ما تنام، وكلمت عشيقها. واول حاجه عملوها خدوا جوزها على الحمام وقتلوه وقطعوه لحتت، وبداوا يحطوا كل مجموعه في كيس ونزلوا ورموا الاكياس في كل شارع شويه. ورجعت وطلعت البيت ودخلت تنام عادي جدا. جالها نوم بعد كل ده ازاي؟ المهم تاني يوم الناس في الشارع شافوا الاكياس في اكتر من مكان، فطلعوا على البيت وبلغوها. هي طبعا انهارت وعاشت الدور معاهم، ولما جت الشرطة وسألتها قالت لهم ان هو تاجر كبير، واكيد كان بينه وبين اي تاجر عداء، والموضوع كان هيتقفل فعلا. بس الضابط شاف لقطة، بنتها كانت على طول ساكتة ومش بتتكلم
تتكلم وقاعدة على جنب. يروح الضابط ويسألها انت اخر مرة شفتي بواقي كانت امتى وفين ومع مين؟ فالبنت بشكل عفوي وبكل تلقائية تقول عمه المساعد الشخصي لبابا، كان بيجي البيت كتير معاه واحيانا كان بيجي البيت لماما، بس بابا في الوقت ده ما بيكونش موجود. الضابط حس ان كلام الطفلة هو مفتاح القضية، فبدأ يسأل عن الشاب ده ويعمل عنه التحريات، واكتشف ان الشاب ده كان على علاقة بدعاء سمير من ايام الجامعة، وان المهندس ما كانش يعرف الكلام ده. جابوا الشاب وبدأوا يحققوا معاه. في الاول الشاب كان متماسك وبيجاوب عادي، بعد كده قالوا له ان دعاء اعترفت بكل حاجة، وهنا ساعتها الشاب انهار وخاف ان هو يشيل الموضوع كله لوحده، وحكى كل حاجة بالتفصيل. لما رجعوا كلامه مع كلام الطب الشرعي لقوه مظبوط، وتم القبض على دعاء مع ان هي ما كانتش اعترفت ولا حاجة. ولما اهالي المنطقة عرفوا راحوا اسم الشرطة وكانوا عايزين يعتدوا عليها، وده لان الناس كانت بتحب جوزها جدا لانه كان طيب ومشغل ناس كتير من المنطقة عنده. اعترفت دعاء بكل حاجة واتحكم عليها بالاعدام. واثناء تنفيذ حكم الاعدام قال عشماوي، وده كان اشهر واحد مسؤول عن تنفيذ احكام الاعدام في مصر، قال انه اتأثر جدا بالقضية دي تحديدا لما شاف دعاء، لما شاف جمالها. ما كانش متخيل ان الملاك البريء ده ممكن انه يقتل، ما كانش متخيل ان الجمال ده كله يكون ده نهايته. الاستفادة من الحكاية دي انك دايما تخلي بيتك بره دايرة الشغل، ما تدخلش اي حد بيتك، ما تدخلش حد انت ما تعرفوش حياتك. بس كده. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصلك. احنا دايما بنكبر بيكم، ودي كانت حكاية من حكاوي توني. بس كده، سلام.